احتفل لاعب منتخب قطر على أنغام الأغنية الشهيرة سطلانا بعد الفوز على المكسيك بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الكأس الذهبية الكونكاكاف، وذلك على طريقة النادي الأهلي عندما حقق لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي. وبتلك النتيجة ضمن المنتخب القطري تأهله إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على المكسيك بهدف نظيف سجله حازم أحمد في الدقيقة 27. وبعد إطلاق الصافرة نهاية أحداث المواجهة، شهدت أرضية الملعب احتفالات هستيرية من جانب لاعبي منتخب قطر والجهاز الفني بقيادة المدرب كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر. شكرا لكم على المتابعة، دمتم في أمان الله.